اغرس في أولادك مكارم الأخلاق، علمهم الصدق، علمهم الشجاعة، علمهم الكرم، علمهم السخاء، علمهم الحشمة، علمهم الحياء، علمهم الغيرة. وحذرهم من رذائل الأخلاق، حذرهم من الأخلاق الهابطة، حذرهم من الكذب، حذرهم من قلة الحياء، من قلة الحشمة، من قلة الغيرة، حذرهم من الجبن والبخل، حذرهم من الأخلاق الهابطة والأخلاق الرذيلة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. علمه الحكمة، علمه الفطنة، علمه الانتباه، علمه الحرص، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شجاعة، ويحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى انتباه، ويحتاج إلى صبر وتحمل وتجلد. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حذره من العجب والكبر والرياء والغرور. علمه التواضع، علمه التواضع ولين الجانب وخفض الجناح للمسلمين. واغضض من صوتك ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه التغذية المعنوية بتعليم الدين ومكارم الأخلاق هي خير من التغذية الحسية.